صلبي بشعال شهيد صلبي بورا شيخ معجون صلبي بقيلا شيخ ساهل صلبي برزان ينامر صلبي محمود حافي صلبي ليلى يا قاسم صلبي مظلوم وعادي صلبي مظلوم وعادي صلبي أنا شرجيرة صلبي بشعال شهيد صلبي بورا شيخ معجون صلبي بقيلا شيخ ساهل صلبي برزان ينامر صلبي محمود حافي صلبي ليلى يا قاسم صلبي مظلوم وعادي صلبي مظلوم وعادي ای پیم تاریکی تجار امنا بن عبید مساجب و آزادیک امد بن سخت و مرید ای پیم تاریکی تجار امنا بن عبید مساجب و آزادیک امد بن سخت و مرید مساجب آزاديك أمن من سخط وموري أمن من سخط وموري زندان وقيد صندي كواي هسنكر صندي هلا ورزوعي صندي كواي هسنكر صندي هلا ورزوعي صندي كيما جقر فيه مناشكي زندان وقيد مناشكي زندان وقيد مناشكي زندان مناشكي زندان وقيد مناشكي زندان مناشكي زندان وقيد
سلاوی من هزار جاری لوی گورا بنور و شوق ببجنك هر طواندي از بسر كيلي دچم معشوق جموماتي هري بيروز دوي خم آگر و فولقان همي روجا دكم نوروز دكم گووند و سر هلدان ستيراتا جت المعروف شوا طاري لمن قشكر كدو دادا سري هلدا خبات تفدا بمن خوشكر تسر هلدا دجي دجمن دجي كدخوار لفيواري تهردشكا نياري من تأو دركر بذي داري همي فدبو دفي قيدان دفي زندان بدستيتا ديوار تفتون ستون رابون لسروكي ولاطيتا لسركي لا تنامين أولو دردو بريني من دخوازم هر ببوسم از رو دستي تشيخي. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. خرج من عباءة مشايخ السلطان، عشقته العقول قبل القلوب. معشوق الخزنوي الشيخ الذي أرعب النظام فقتلوه. في الأول من حزيران عام 2005 أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عثورها على جثة الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي في قبر قرب مدينة دير الزور بعد 3 أسابيع من اختفائه، وهو ما وصفه محبوه بالمسرحية المفضوحة. من هو معشوق الخزنوي ولماذا قتل؟ محمد معشوق هو الابن الثالث للشيخ عز الدين الخزنوي، ولد في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي عام 1958 نافعة. فأنا أنهيت دراساتي في ضمن المراحل الإعدادية والثانوية في سوريا، والمرحلة الجامعية أنهيتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 84 ميلادية. ثم بعد ذلك أنا انشغلت في مجال الدعوة والتدريس والتعليم، وكنت أنا طبعا متزوج مبكر يعني، وأنا رب أسرة، وأبنائي ربما يصغرون عني ربما بفارق سن قليل جدا. أكمل الشيخ معشوق دراساته العليا في الشريعة الإسلامية، ونال درجة الدكتوراه عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. لأنني شعرت من خلال على الأقل تجربتي في منطقتي، سواء كانت يعني في سوريا أو كعمقي الكردستاني، شعرت أن المؤسسة الدينية دائما تحاول أن ترسخ مفهوم التقليد ومفهوم تبعية الناس للمرجعية الدينية، وبالتالي المرجعية الدينية تتصرف وفق مصالحها غالبا. أقلق معشوق بفكره هذا المؤسسة الدينية في سوريا، والتي كان النظام قد أحكم قبضته عليها، وأصبحت جزءا من أدوات سيطرة النظام على الشعب السوري من خلال ترسيخ عقلية التبعية لمشايخ السلطان. النقطة الفاصلة في حياة الشيخ كانت الانتفاضة الكردية عام 2004، حيث اعتبر أن الموعد حان ليصاعد من خطابه وينتقل إلى الخطاب الثوري المباشر العلني للشعب الكردي بضرورة الثورة على النظام. وكانت أبرز خطبه وأكثرها تحديا للنظام في 8 نيسان 2005 يوم الذكرى السنوية الأولى لمقتل فرهاد محمد، أحد ضحايا الانتفاضة الكردية الذي قتلته أجهزة النظام الأمنية تحت التعذيب. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. في 4 أيار ألقى الشيخ خطبته الأخيرة، والتي طالب فيها النظام بعدم حرمان الأكراد من حقهم في الجنسية السورية، جنسية بلادهم، والسماح لأطفالهم بالدراسة بلغتهم الأم اللغة الكردية. بعد الخطبة الأخيرة ب6 أيام اختطف الشيخ الخزنوي من قبل مجهولين في مقر إقامته في دمشق ضمن مركز الدراسات الإسلامية عند ساحة الميسات بجانب وزارة الأوقاف، والذي كان فيه الخزنوي حاضرا ونائبا لرئيس المركز.
بعد اختفاء الشيخ خرجت مظاهرات في مدينتي القامشلي ودمشق، واتهم المتظاهرون أجهزة النظام الأمنية باختطافه وطالبوا بالإفراج عنه. كما أدانت منظمات حقوقية عالمية وأحزاب سياسية كردية وعربية الاختفاء القسري للشيخ وطالبت بالإفراج الفوري عنه. لم يعترف النظام بمسؤوليته عن الخطف، واعتقل عددا من المتظاهرين وطارد أنصار معشوق في 30 من أيار من دوار المحافظة في دمشق إلى ساحة باب توما، حيث فرق المظاهرة بالقوة. في الأول من حزيران 2005 يعلن مصدر مسؤول في وزارة داخلية النظام أن قوى الأمن ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص قاموا باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من مدينة دمشق بعد تخديره، ونقلوه إلى حلب ثم قتلوه ودفنوا جثته في مدينة دير الزور. لم تقنع الرواية الرسمية الحاضنة الشعبية للشيخ، خاصة أن أحد الضباط قدم نفسه على أنه ضابط في القصر الجمهوري يوم مظاهرة دمشق، وتحدث إلى الشيخين مراد ومرشد نجلي الشيخ معشوق وقال إن الشيخ بخير وسوف تسمعون أخبارا طيبة عنه، اذهبوا إلى بيوتكم ولا تتجمعوا. لتأتي شهادة أحد الأطباء أنه شاهد الشيخ معشوق في مشفى تشرين العسكري، وقد أدخل المشفى بإضبارة معتقل وهو في حالة صحية جسدية سيئة نتيجة تعرضه للتعذيب، وغادر المشفى رغم حالته السيئة وهو على قيد الحياة. لم يكتف النظام باختطاف معشوق وتصفيته، بل أراد أن يخلق فتنة عرقية ومناطقية في دير الزور والقامشلي بعد عام من الانتفاضة الكردية التي استعمل فيها النظام بعض العشائر في دير الزور لقمع الانتفاضة. استدعى الأمن الجنائي في دير الزور مراد ومرشد نجلي الشيخ في 31 من أيار ليتم نقلهما صباح اليوم التالي إلى دير الزور، حيث وجدا جثمان والدهما بقرب أحد القبور، وتم إبلاغهما أن الجثمان كان داخل القبر دون أن يكون متسخا أو عليه علامات تشير إلى أنه كان داخل القبر، على عكس الرواية الرسمية للنظام. خرجت مدينة القامشلي لاستقبال جثمان الشيخ معشوق بمئات الألوف من أبنائها الغاضبين لاغتياله لتكون أكثر تظاهرة في تاريخ المدينة، وتم دفن الجثمان في مقبرة قدور بيك، والتي سيطر عليها بعد سنوات تنظيم داعش الذي دمر قبر الشيخ وباقي قبور الخزنوية. لم تتوقف مسرحية النظام عند تصريح وزارة الداخلية، بل عرض على تلفزيونه الرسمي ما أسماه اعترافات المجموعة التي خطفت الشيخ وقتلت، وتم استدعاء نجليه إلى دمشق وطلب منهما الادعاء ضد أفراد المجموعة، لكن نجله الشيخ مرشد طالب برفع القضية ضد ماهر الأسد وقال إنه يمتلك أدلة تدينه، وهو ما رفضه قاضي التحقيق، وأبلغه أنه يستطيع الادعاء ضد الثلاثة الذين ظهروا على التلفزيون فقط، وهو ما رفضه نجل الشيخ. بعد عامين على اغتياله نظمت مجموعة من الأحزاب الكردية مظاهرة في القامشلي إحياء لذكراه السنوية، وفضتها القوات الأمنية بالعنف واعتقلت العشرات من المتظاهرين بينهم 10 أطفال. غير الشيخ معشوق الخزنوي قواعد اللعبة التي كان يمارسها النظام بجعل المؤسسة الدينية أحد أذرعه التي يعتمد عليها في السيطرة على الشعب، فجمع معشوق بخطابه الثوري الملهم قلوب الناس وعقولهم حوله، فشكل أحد أكبر الأخطار التي يخشى منها النظام، ودفع حياته ثمنا للرسالة التي طالما آمن بها، وهي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك ربي لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنة محمد غوى وخسر وضل وانفصل.
اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صاحب الخلق الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول رب العزة جل جلاله في محكم كتابه وفصيح بيانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول رسولنا الأعظم نبينا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها الإخوة، في بعض المواقف ينحرج الرجل ماذا يقول، وأظنك قد وقعت في مثل هذه المواقف حين تمر في طريق وتجد حادثا ذهب ضحيته طفل أو رجل. ماذا تفعل؟ السائق هرب، ماذا تفعل أنت؟ هل تترك الضحية تلفظ أنفاسها؟ ضميرك لا يتحمل. هل تسعفها؟ إذا تكون قد وقعت في مشكلة. ربما علقت مع الشرطة والضبط وأصبحت أنت المتهم، لا تدري ماذا تفعل، تقدم رجلا وتؤخر أخرى. واليوم أنا في هذا الموقف حين أتحدث عن الأمانة أجد مجتمعا يلفظ أنفاسه. هل أضع يدي على مواضع الجرح؟ هل أوقف النزيف؟ إذا ربما أصطدم مع بعض المشاعر. هل أدعه ينزف؟ يموت. لابد إذا أن أضع يدي على مثل هذه النقاط والتمس العذر ان كنت صريحا الى درجة ما. الامانة ايها الاخوة خلق عظيم واساس متين من اسس الاصلاح والعمران. الامانة خط عريض من الخطوط البارزة في سجل الحضارة والمدنية والعيش الرغيد. إذن أستطيع أن أقول
لا تستقيم حياة ولا يصلح مجتمع ولا تسود أمة ولا يشمخ فرد إلا بالأمانة. لا الأمانة التي أجهضتموها، لا أقصد بالأمانة تلك التي خنقتموها حتى ضمرت وأصبحت حكرا على دريهمات تودعها عند غيرك. لا، إنما أقصد بالأمانة تلك التي يتسع مفهومها، تتشعب طرقها، تتعدد نواحيها حتى تشمل الحياة كلها، حتى تعم الدين كله بكل عقائده، بكل عباداته، بكل فروضه وأحكامه، بكل رسومه وحدوده، بكل أخلاقه، قيمه، مبادئه، سننه. إذ الأمانة في عرف الإسلام أيها الإخوة هي كل شيء اؤتمنت عليه من مال وودائع وكنوز وغنائم وعلوم وأسرار وحكم وقضاء ووظيفة ومهنة وحكم وقول وعمل وطاعة وعبادة وحركة وسكنة وخلق وخلق ومال وولد وشعب وبلد، وكل ما كلفت بالمحافظة عليه وأدائه والتعامل معه بالشكل والوجه الذي يرضي الله ورسوله. وأي تفريط في الأمانة أيها الإخوة، أي تفريط في الأمانة سيؤدي إلى اختلاف موازين الحياة وشيوع الخيانة في الأرض وسيادة الفساد بين العباد. فبالأمانة تنمو العلاقات وتتعمق الصلات وتتوثق الأخوة وتقوى الروابط وتتمتن الأواصر. بالأمانة تذبل الخلافات، تضمحل العداوات، تتلاشى الخصومات. وبدون الأمانة سيقع المجتمع فريسة بين براثن الخيانة، وتحدث في الأرض فتنة عريضة وفساد كبير وشر مستطير. وإن وقتكم الحاضر ومجتمعكم المعاصر لهو أكبر دليل على النتائج السيئة التي تترتب على الخيانة. ولو جئت اليوم في هذا العصر الذي تلاشت فيه الأمانة واضمحلت وضمرت، لو جئت تتأمل في المجتمع أين تجده؟ ستجده غارقا في أوحال الخيانة، تدنست أثوابه حتى أعلاها بأوساخها. لو أنك جئت إلى المجتمع
ستجد الريبة عمت كل الناس، والشكوك ساورت كل النفوس، والوساوس خالطت كل القلوب، حتى طغت المادة وتحكمت الشهوات وسيطرت الأهواء وفسدت الضمائر وخربت الذمم. قل الخير وفاعلوه وكثر الشر وحاملوه، حتى أصبح المجتمع في حالة لو جئت تبحث عن أنقاضه، لو جئت تبحث بين أنقاضه عن بقايا الأمانة لما وجدت إلا آثارا هزيلة ضعيفة بالية نخرة تتواجد في زوايا مهملة في المجتمع. هذا كلام أيها الإخوة أظنكم جميعا توافقونني عليه، فهو واقع نشعر به جميعا وحقيقة نسلم بها بل نلمسها كل لحظة. نحن جميعا نجمع على أن الخيانة أفظع مرض، أشد داء، أخطر خلق يهدد المجتمع وينسف كيانه من أساسه. هذا كله أنتم مجمعون عليه، غير أن الذي أراكم ستجمعون عليه وهو حقيقة لا شك فيه أن كل واحد منا يوزع ألقاب الخيانة والأمانة كما يشاء وحسب ما يريد وتقتضيه المصلحة، حسب ما تقتضيه المصلحة. لذلك تجد الواحد منا يرى نفسه أمينا وفي قمة الأمانة، ويرى غيره خائنا جاثيا راكعا في حضيض الخيانة. لكن أيها الإخوة، لكن الأمور لا تحصل بالتمني ولا بالادعاء. المسألة تحتاج إلى أدلة وبراهين. للخيانة والأمانة قواعد، موازين، بها تستطيع أن تتعرف على موقفك، على مكانك في المجتمع، وهل أنت تقف بين الخونة أو الأمناء؟ هل أنت أمين؟ هل سألت نفسك يوما ما؟ هل احتكمت إلى هذه القواعد لترى نفسك هل أنت أمين؟ إذا لم تكن قد حاولت سابقا تعال معي لنحاول سوية. هل نحن أمناء؟ هل أنت أمين؟ أسألك. لا تستعجل بالإجابة، سأعرض عليك نقاطا ومسائل على ضوئها أجب أنت نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل أنت أمين؟ عيناك هل تمدهما إلى ما متع الله به أزواجا من الناس زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه؟ إن فعلت فلست أمينا على عينك، إنما أنت خائن. عيناك هل تنظر بهما إلى عورات الناس
وخبايا بيوتهم. إن فعلت ذلك فأنت خائن. سمعك هل تسترق به؟ هل تتجسس به على الناس؟ هل تسمع به الغيبة، النميمة، الشتم والسب واللعنة والكفر؟ إذا أنت خائن. لسانك هل تلمز به الآخرين، تنتقصهم به، تحتقرهم، تخوض في أعراضهم، تأكل به لحومهم؟ إذا أنت خائن. شهوتك هل تنالها مما حرم الله؟ لذتك هل تبحث عنها خارج الحدود التي رسمها الله لك؟ إذا أنت خائن. قلبك هل تسمح للأوهام والوساوس والخطرات أن تجوس خلال دياره؟ إذا أنت خائن. صدرك هل جعلته مزرعة بذرت فيه بذور الحقد والحسد والعداوة والكراهية؟ إذا أنت خائن. عقلك، تفكيرك هل عطلته؟ هل وأته في تراب تقليدك للآخرين؟ هل سجنت وراء قضبان حديدية من شهواتك؟ إذا أنت خائن. يداك هل تمدهما إلى ما منعك الله أن تمدهما إليه؟ بغش، باحتكار، بسرقة، بغصب، بظلم، باعتداء، بجرح، بقتل. إذا أنت خائن. رجلاك هل تمشي بهما إلى ما منعك الله أن تسير بهما فيه أو إليه؟ إذا أنت خائن. وقتك، زمنك، فراغك، ساعات عمرك كيف تستهلكها؟ باللهو واللعب، بالعبث والمجون، حول طاولات النرد والقمار، بقراءة المجلات الفارغة، بمشاهدة الأفلام الفاسقة. إذا أنت خائن. مالك يوم كنت تجمعه هل كنت لا تتحرى الحلال؟ اليوم حين تنفقه هل لا تتحرى طاعة الله وخدمة المجتمع؟ إذا أنت خائن. صلاتك هل تتهاون فيها تراخيا أو تركا؟ هل تتساهل في فروضها، في شروطها؟ إذا أنت خائن. إن كنت تحافظ على صلاتك هل هذه الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أنت خائن. إن كنت من الذين يرتادون المساجد هل تؤذي من في المسجد وفي طريق المسجد بصوتك، بصورتك،
بمظهرك، برائحتك، إذا أنت خائن. إن كنت صائما، هل صومك إمساك عن الطعام والشراب ثم ترك لعنان الشهوات؟ إذا أنت خائن. زكاتك هل تتلاعب بها وتعبث بها وتضعها في جيوب الأغنياء من أقاربك وتضع الجيران جياعا؟ إذا أنت خائن. حجك هل فسقت فيه ورفثت وعدت كما يقول المثل: عدت إلينا شفرة بعد أن كنت سكينا؟ إذا أنت خائن. إن كنت ابنا، هل تعق والديك في طاعة الله وتطيعهما في معصية الله؟ إذا أنت خائن. إن كنت أبا، هل تهمل أبنائك تدفعهم إلى الشارع يتلقون تربيتهم من كل رائح وغاب؟ إذا أنت خائن. إن كنت أمة، هل تذهبين إلى مشاويرك وسهراتك تبتغين شهواتك وأهوائك فيما تسمينه أنت عمل، وتتركين طفلك عند الخادمة، عند الجارة، عند الجدة العجوزة، أو في دور الحضانة حيث يتلقى تربية غير تربية دينك؟ إذا أنت خائنة. إن كنت زوجة، هل تتجملين للشارع وتتزينين لأبنائه أضعاف ما تتجملين لبيتك وتتزينين لزوجك؟ إذا أنت خائنة. إن كنت زوجا، هل تسمح لزوجتك أن تخالط الرجال وتختلي بهم وتستقبلهم دونك؟ هل تسمح لها أن تخرج كاشفة شعرها مبدية صدرها أو نحرها معرية ساعديها أو ساقيها؟ إذا أنت زوج خائن. حين تصاحبها في سوق، في طريق، في محل، وتراها تتقصع في مشيتها، تتمايل في حركاتها، هل تسكت؟ هل تنبسط؟ بل هل تعجب أنت الآخر بحركاتها اللطيفة وقوامها الرزين الذي به استطاعت أن تلفت أنظار أبناء الشارع؟ إذا أنت خائن. إن كنت تاجرا، إن كنت تاجرا أيها الإخوة، أيها الأخ المسلم، إن كنت تاجرا وترك الزبون أو المشتري الأمر لدينك، لضميرك، لوجدانك، غره مظهرك، احتمى بلحيتك، اختفى بين حبات سبحتك، اعتصم بصورة شيخ من مشايخك
تعلقها في صدر حانوتك. احتمى بحجاتك السبع اللاتي حججتهن ولم تفهم منهن شيئا. هل ستعطيه أسوأ بضاعة بأغلى سعر؟ إذا أنت خائن. إذا بعت سلعة معيبة هل تسكت على عيبها؟ هل تطفف الكيل والميزان؟ إذا بعت 100 غرام من الشاي هل تضعه في كيس ورق يزن 50 غراما؟ إذا أردت أن تبيع كيلوا من الحلو هل تضعه في كرتونة تزن نصف كيلو؟ لتبيع الورق بسعر الشاي والكرتونة بسعر الحلو، إذا أنت خائن. هل تبيع الماء الأبيض على أنه حليب؟ وكما يقول المثل: هل بركة الحليب في يدك كما أن بركة السنين في يد أمك؟ إذا أنت خائن. هل تبيع الماء على أنه مازوت أو تبيع الغاز على أنه بنزين؟ إذا أنت خائن. إن كنت قصابا هل تبيع الشحم بدل اللحم والمصران بدل الشحم والجلد بدل المصران والأوساخ بدل الجلد؟ إذا أنت خائن. إذا استقرضك رجل مالا وليس له عليك بينة هل تنكر حقه؟ إذا استودعك وديعة هل تستعملها دون إذن من صاحبها؟ إذا أنت خائن. إن كنت متعهدا هل تلتف على دفتر الشروط؟ هل تتهرب من القيود؟ هل تعمل في الخفاء وتبني في الظلام من أجل أن تنقص كمية الإسمنت أو الحديد، أو تضع البلوك موضع الحجر أو الحجر موضع الإسمنت المسلح؟ إذا أنت متعهد خائن. إن كنت مهندسا هل تستلم من هذا المتعهد الخائن عمله على علاته وعيوبه مقابل أن يدهن شواربك بسمنه أو يغمس خبزك في زيته؟ إذا أنت مهندس خائن. إن كنت معلما هل تهمل واجبك تجاه طلابك؟ هل تهمل واجبك في تحضير دروسك؟ هل تدع براعم المجتمع التي وضعت في عهدتك هل تدعها تذبل بين يديك؟ هل توقع الساعات التي ما حضرت إلا في نهايتها أو ربما ما حضرتها أصلا؟ إذا أنت معلم خائن. إن كنت معلمة
هل تشغلين طلابك بسنارة المغزل وتصفيف خيوط الحرير والصوف من اجل ان تنسجي لقوامك الرزين بلوزة او لزوجك كنزة او لطفلك بدلة؟ اذا انت معلمة خائنة. ان كنت مراقبا في مركز امتحانات هل تتحرك كساعي بريد؟ هل تعمل كمراسل تنتقل من زاوية الى زاوية، تنقل الراشدات من طالب الى طالب؟ واكثر من هذا، هل تمزق ورقة ابن فلان ليتأتي بدلا عنها ورقة كتبت في الخارج وجهزت على طريق الأبنية المسبقة الصنع؟ إذا أنت مراقب خائن. إن كنت مراقب تموين هل تشارك بعض التجار مقابل أن تسكت عنهم ويناصفوك ما سرقوه؟ إذا أنت خائن. إن كنت أمين مستودع هل تمد يدك إلى ما فيه بسرقة ثم تضرم فيه النار لتتلف الموجود مع المفقود، تضيعهما معا، أو تعرضه للشمس والرطوبة لتنظم أنت ومن معك ضبطا بإتلافه ثم تتقاسم ما بقي منه؟ إذا أنت لست أمين مستودع، إنما أنت خائن مستودع. إن كنت خبيرا في مكتب حبوب، لا أدري ماذا يسمونه، مجرما، إن كنت مجرما هل تبخس الناس بضاعتهم إلا إذا أعطوك؟ وبعد ذلك إن أعطيت هل تستلم التراب بدل الشعير والشعير بدل الحنطة ما دامت حصتك مؤمنة؟ إذا أنت لست مجرما في مكتب حبوب، إنما أنت مجرما في مكتب حبوب. إن كنت طبيبا هل تغض نظرك إذا جاءت امرأة إلى عيادتك؟ هل تغض نظرك؟ هل تقتصر على مواضع الضرورة وتعاملها على أنها أختك وأن عرضها أمانة في رقبتك؟ إذا أنت طبيب أمين، وإلا فأنت خائن. هل همك جيب مريضك دون صحته؟ إذا أنت خائن. هل تجري عمليات الإجهاض السرية في عيادتك أو مشفاك مستغلا الظروف القاسية التي وقعت فيها بعض فتيات الشارع؟ إذا أنت طبيب خائن. إن كنت صيدليا
هل تصرف الوصفات دراهم بدل الأدوية لتقاسم الغشاشين الذين يسرقون من صناديق نقاباتهم؟ إذا أنت خائن. إن كنت سائقا، هل تقود سيارتك دون أن توفر فيها أسباب الأمان؟ هل تحملها فوق طاقتها؟ هل تقودها بسرعة تزيد على المسموح بها فتعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر؟ إذا أنت سائق خائن. إن كنت رجل مرور، هل تتسامح مع هذا السائق المتهور ما دام يقذف على وجهك 10 ليرات؟ إذا أنت رجل مرور خائن. إن كنت ضابطا، هل تعطي لعناصرك إجازات طويلة الأجل مقابل أن يتنازلوا لك عن رواتبهم؟ إذا أنت ضابط خائن. إن كنت رجل أمن، هل تكتب ضبطك كما شاهدت وسمعت؟ فأنت رجل أمن أمين. أم أنك تزيد عليه أملاحا وتوابل من عندياتك؟ إذا أنت رجل أمن خائن. إن كنت رئيس مفرزة، مخفر، دورية، أكبر أو أصغر، هل تفرض على عناصرك الإتاوات والضرائب مقابل أن تطلق أيديهم في منطقة ما يعبثون ويسرقون وينهبون ويرتشون؟ إذا أنت خائن. إن كنت كاتب تقارير، هل تكتبها انطلاقا من مصلحة الأمة ومنفعة الشعب؟ إذا أنت كاتب تقارير أمين. أما أنت تكتب لتزيد رصيدك من التقارير ولتضرب الرقم القياسي وليقال عنك إن خطك جميل ولسانك فصيح؟ إذا أنت خائن. إن كنت محققا، هل تحقق على ضوء قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ إذا أنت محقق أمين، وإلا فأنت خائن. إن كنت محاميا، هل تتوكل للمظلوم فقط؟ إذا أنت محام أمين. أم أنك تتوكل لكل من يدفع لك؟ فأنت حينئذ محام خائن. إن كنت قاضيا، هل القوي عندك ضعيف حتى تأخذ منه الحق؟ وهل الضعيف عندك قوي حتى تأخذ له الحق؟ إذا أنت قاض أمين، وإلا فأنت خائن. إن كنت رئيس شركة، مدير دائرة، هل تستخدم الموظفين على أساس خبراتهم وكفاءتهم؟
بغض النظر عن انتماءاتهم القومية او اتجاهاتهم السياسية. اذا انت مدير امين، ام انك تتغافل الخبرة وتتناسى الكفاءة وتعينهم بموجب اتجاهاتهم او على انهم من عائلتك او عشيرتك او بني قومك؟ اذا انت مدير خائن. هل تستعمل هاتف الدائرة لمصلحتك؟ هل تكتب على قراطيس الدائرة حاجاتك الخاصة؟ هل تستعمل سيارتها في غير ما تسمح بها أنظمتك؟ إذا أنت خائن. هل تصرف قسائم البنزين دراهم تضعها في جيبك أو مازوتات تضعها في بيتك؟ إذا أنت خائن. إن كنت عاميا وجهلت شيئا من أمر دينك، هل تخجل ولا تسأل أهل الذكر؟ إذا أنت خائن. إن كنت عالما وسئلت عن حكم شرعي، هل تسكت طمعا في شيء أو خوفا من شيء؟ إذا أنت عالم خائن. إن كنت خطيبا، هل تأمر الناس وتنسى نفسك؟ إذا أنت خطيب خائن. إن كنت إمام مسجد، إمام بلد، هل تقول لجمهورك اسمع لقولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري؟ إذا أنت إمام خائن. إن كنت مربيا أو كما يقال لك شيخ طريقة، هل تربط أتباعك والمحسوبين عليك؟ هل تربطهم بكتاب الله وسنة رسوله؟ هل تعلمهم على حب الناس جميعا وخدمة الخلق جميعا والتفاني في سبيل مصلحة الناس جميعا؟ إذا أنت شيخ أمين. أم أنك تبني بين أتباعك وبين المجتمع أسوارا حتى لا يبصروا الحقيقة؟ هل تأمرهم أن يقطعوا أقاربهم وأرحامهم، يظلموا من عفا عنهم، يسيئوا إلى من أحسن إليهم، تغسل أدمغتهم ليبقوا بلا حراك كالميت بين يدي الغاسل، تقلبهم كما تشاء كما تشتهي، تستغلهم، تبني أمجادا وعروشا على أكتافهم. إذا أنت شيخ طريقة خائن. إن كنت زعيم بلد، رئيس دولة، ملك مملكة، سلطان سلطنة، هل تتحرك وتسكن، تقوم وتقعد، تحارب وتسالم انطلاقا من مصلحة بلدك وشعبك؟ إذا أنت رئيس أمين، وإلا فأنت خائن. إذا استنجد بك رجل وأنت قادر على نجدته، هل تتقاعد؟ إذا أنت خائن. إذا بت شبعان وجارك إلى جانبك جائع، إذا أنت خائن.
أطلت عليكم أيها الإخوة. هل ميزتم بعد هذا الأمناء من الخونة؟ ألا ما أكثر الخونة في مجتمع اليوم، وما أعرض شريحتهم، وما أشد ضررهم. فتبا لأمة هؤلاء هم أفرادها. أستغفر الله، ليسوا أفرادا. تبا لأمة هؤلاء هم حشراتها. يا شقاء أمة هؤلاء هم جراثيمها. يا خسارة مجتمع هؤلاء هم فيروساتها. يا قلة بركة مسجد هؤلاء هم رواده. يا شدة غضب رب هؤلاء هم عباده. يا شدة أسف وألم نبي هؤلاء هم أتباعه والمحسوبون عليه. فهل ميزتم الأمناء من الخونة؟ وهل عرفتم أن الأمانة ليست حكرا على دريهمات تودع عندك؟ وهل عرفتم أن الأمانة يتسع مفهومها، تتعدد نواحيها، ولذلك رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة.
شاف أبروج روجا خزنوي أبروج روجا خزنوي أي شيخ من شيخ شهيد دكي جان نور بلدا تبني بسينم كي جان دستانا تد آفرينه ددي روكا جوانيا خوني خدا هلوشين بهم بران جبه نافا بلا جيانا كوچ برياتا متي رنگك متي راستي بك متر میرانیا دوازده افدار بکه دا آسمان پکروان هبونامه شیخ من إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد إنما الحقوق تؤخذ بالقوة 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 فوق باقي جزيرة بلبلي شخ دابول في دمي أي فلك بهوك باقي وضعتي بلبلي شخ دابول في دمي أي فلك دستي كوش بتشبي خاكي بري دستي كوش بتشبي خاكي بري ستيرا ورجندنا أي فلك ستيرا ورجندنا أي فلك شنو بالا ود نوروزان ديان من برا بيبي ورونا كنجلك شنو بالا ود نوروزان ديان من برا بيبي ورونا كنجلك مرحبا شيخي أبن دار شهيد مرحبا شيخي أبن دار شهيد جشنا وديروزدك انشابن بلك جشنا وديروزدك انشابن بلك الأمام بحاجة إلى أن يحتفل بالموت فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة 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 أي فلك كردان gelek azar edin Beyşevi pürdürüş giri ey felek kurdan gelek azar edin Beyşevi pürdürüş giri ey felek Maşuki tavak civan bu koç kiri